احلى واصح واخف واسهل واسرع فراخ بانيه مشويه بدون اي بيض وبقسماط وبدون ما نقليها في الزيت، مناسبه جدا للناس اللي بتعمل دايت وللناس اللي ممنوعه من اكل الدهون. ممكن تدوها. لو اول ما تشوفوني، انا دكتوره سهى، اتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وشير. عندنا نص كيلو من الفراخ البانيه، هننزل عليهم بعصير ليمونه، وهننزل عليهم ببصله مبشوره، ونقلبهم مع بعض علشان يتبلوا مع بعض كويس. بعدين هننزل عليهم بهاراتنا، ملح وفلفل اسود وحبهان مطحون وبابريكا مدخنه وتوم بودره وكركم وكاري وبهارات فراخ وبصل مطحون. وهنقلب البهارات كويس قوي مع قطع الفراخ البانيه، ونغطي عليها ونسيبها في التلاجة لتاني يوم. وبعدين تاني يوم هنبدأ نشويها. هنحط معلقتين صغيرين من الزيت في الطاسة بتاعتنا، وننزل عليهم بقطع الفراخ بتاعتنا، ونقلبهم على الجنبين لحد ما يحمر كل جنب والفراخ بتاعتها تستوي كويس بدون ما نضيف لها اي دهون غير المعلقتين الزيت اللي احنا حطيناهم، عشان تطلع لنا بالشكل الجميل ده اللي ممكن تنفع سندوتشات لولادنا، وممكن تنفع جنب خضار سوتيه، او تنفع جنبها مكرونه او بطاطس محمره. اتمنى وصفه النهارده لو عجبتكم انكم تنفذوها، لانها فعلا صحيه جدا وخفيفه، وتكتبوا لي رايكم واسئلتكم في التعليقات. وبالهنا.